عم هو بيقول لك شربت كيوف بقيت على نفسي قاسي. ما بقيتش اشوف زودت يابا كاسي. عملت الخير كله الخير ناسي. صحاب ملاعين واشوطهم بمداسي. كله تحت المداسة صح. ما تجيش عشان شطبت بحي مفيش. معيش فلوس وشيشبيش ونجرش العربية يا عم، انا ما عنديش عربية اصلا. هي الدنيا بقت دايرة كده دلوقتي والصح. لازم اللي بيزاملك يزاملك عشان حاجة. عندك العربية، رن عليك كل يوم يا عم وصاحبك ونطلع عشان انت فاهم، ابقى في الكرسي اللي جنب السواق ونتفسح بالعربية. ولو احتجت العربية ابقى انا السواق، وهي دايرة كده. ولو معاك منه انت فاهم هتلاقي كله بيرن: ايه يا عم انت فين، انت وحشنا يا عم. يا عم حبيبي كتر خيرك اللي راح. مفيش منه يا عم، مفيش بوبين حلوين. طب يا عم ما تقول من الاول ان انت رانع عشان البوبين. يا عم اخوك لا بتاع بوبين ولا بتاع دبين ولا بيحب الكلام ده ولا بيقعد مع حد، ما ترنش اصلا. وانا عارف ان كله بقى على البايظه صاحبي، ما فيش حد بيسأل على حد الا عشان مصلحه دايره، في مصلحه دايره. تليفونك مش هيبطل زن، ما فيش مصلحه دايره لم يرن احدا. زي مدارس لم ينجح احدا بتاع زمان كده. فاهمني يا صاحبي؟ مفيش، كله دلوقتي المصلحه رقم واحد تتحدث. كله دلوقتي بيبيع وبيغدر، وكله بيباكس على كله. وكله بيرميها على التاني، وكله بيدس التاني، وكله بيطلع اللي في جيب التاني، وكله بيبقى في جيبه يا باشا دلوقتي كله بقى صايع وحرز وفهمان وبيعرف يتعامل. ودلوقتي كلها بقت شبه بعضيها. العيل اللي عنده 12 سنة بيتعامل، وكلها انت فاهم بتشيل حديد وبتتعامل. بأمانة الله يعني الناس كلها دلوقتي بتتعامل. النت خلى الشباب انت فاهم كله فهمان. وكله انت فاهم بيروح وخلاص بقى، محدش بقى فارق معاه حاجة. والقيود بنت اللذينة الجديدة اللي نزلت دي، اللي انت فاهم بتشرز الناس دي.